انا معلش انا جاي متاخر شويه في النقاش ده. هو انا يعني ما كنت مشغول بحاجه تانية بقى انتوا عارفين. بس موضوع محمد صلاح انه راح تركيا والكلام ده وكميه المزايده اللي عليه، يقول لك ايه شوف عمل ايه في نفسه، دفن نفسه، راح دوري تعبان. مش كنت تروح كنت ممكن تفضل كنت ممكن تروح فالنسيا، كنت ممكن لسه تروح ايطاليا، كنت تشوف لك بتاع يا عم. واحد عنده 34 سنه، انجازات قفلها، القاب وخدها، ارقام وحطمها. تلات ارباع الالقاب والارقام في الدوري الانجليزي باسمه. عايزين ايه تاني؟ لا عايزينك تطحن تاني في دوري تاني. يعني انا فاكر ميسي لما ساب برشلونه وراح باريس سان جيرمان وعنده 23 سنه، ايه الاخبار؟ كان اسوأ سنتين في حياته، كان مكتئب وكان عايش. لا بس احنا عايزينك تطحن وبعدين في الاخر نرميك زي خيل الحكومه، عايزينك تروح الدوري الايطالي وتتكسر. حد يلاقي دلع وما يدلعش، حد يلاقي فلوس ما ياخدش. راجل رايح البلد من اولها لاخرها شايلها فوق دماغك، مش عايزين منك حاجه الا انت بس تبقى موجود. راجل بيلعب بمزاج، بيلعب ضغط اقل، فلوس اكتر. مين يعني انا نفسي اعرف الناس اللي بتزايد عليه. انت لو في الشغلانه اللي انت شغالها مش كنت تتمنى كده؟ ضغط اقل وفلوس كتير وتقدير زي الفل. انا بس احنا الناس بتبص كده على حلقات المشاهير كده، عايزينهم يطحنوا لاخر يوم في حياتهم عشان متعتنا احنا. الراجل عنده حياته وعنده مشاريعه وعنده اسرته. مين ده يعني؟ انا لو اتعرض عليا حاجه زي كده هو في مجالي والله لا اخدها. ليه لازم تطحن نفسك الى الابد؟ للابد للابد علشان اتفرج واتمزج واقول الله صلاح. راجل بيلعب من الضغط، مبسوط، مالك الدنيا كلها. يا عم ربنا يكرمك يا عم، ربنا يكرمك يا عم ويوفقك، سواء جبت جوان ما جبتش، سواء كسبت دوري ما كسبتش، خلاص يا عم. وافتكرنا صلاح، طب ما تفتكرناش يعني. عيش حياتك يا عم.